ليك في الكيك؟ ايه الحكاية وايه الكلام ده؟ الحكاية بدأت بانتشار إعلانات في الشوارع لمحل حلويات شهير قرر إنه يقوم بحملة إعلانية قبل شهر رمضان المعظم، وانتشرت يافطة الإعلانات في كل شوارع القاهرة. والإعلان كان بصورة الفنان حمدي الوزير في فيلم قبضة الهلالي، والصورة دي الناس كلها عارفاها للفنان حمدي الوزير على إنها بها إيحاءات تدعو للتحرش. والجملة كمان اللي هي ليك في الكيك تدعو للتحرش. يا سلام، ليك في الكيك مع الصورة؟ لا، كده بقى الموضوع كبير قوي. دعوة للتحرش علنية على مسمع ومرأى الجميع، وانتشر كمان على مواقع التواصل، ولكن تم الهجوم عليه بسبب الإيحاءات اللي فيه. وجه دور رواد السوشيال ميديا ما سكتوش. يسكتوا ازاي؟ دي دعوة صريحة للتحرش، اعلان لمحل حلويات شهير مغلف بلغة دعوة للتحرش. وقامت حملة من رواد السوشيال ميديا ضد هذا الإعلان، والفنان حمدي الوزير كان ليه نصيب الأسد في الانتقادات، ولكنه رد في تصريحات صحفية وقال إنه مستغرب من كم الهجوم اللي حصل عليه ده، وقال إن ده إعلان لمحل حلويات، إن الإعلان ما فيهوش أي إيحاءات أو دعوة للتحرش. وفي النهاية انتصر رواد المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا كلها انتصرت على الفنان حمدي الوزير وإعلان ليك في الكيك. والإعلان اتشال من الشوارع لأن الإعلان بصراحة ما كانش مناسب أبدا للأسرة المصرية ولا لعاداتنا وتقاليدنا اللي اتربينا عليها.